كانت فين الأكلة دي من زمان؟ مش هتصدقوا إن البصل ممكن يتعمل حلو كده. لو ما جربتوش محشي البصل أو دولمة البصل بالطريقة دي يبقى فايتكم كتير قوي. مش هتحسوا إن انتوا بتاكلوا بصل نهائيا. بنقشر البصل وبنشيل الجزء الفوقاني والتحتاني وبسكينة بنعمل شرطة في النص كده، بس نشقها بس لحد النص، ومش لازم كمان توصلوا للنص، بس تعملوا شرطة زي ما انتوا شايفين كده. تفتحوا البصلاية بالشكل ده، بس خلي بالكم ما توصلوش للنص بالظبط علشان خاطر ما تسرحش منكم تخش على الناحية التانية. بنشيل الجزء الفوقاني والجزء التحتاني ونعمل فتحة بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. وكل ما كان البصل كبير او مطول يكون كمان افضل في الوصفة دي واسهل عليكم في الحشوة. انا عملت 5 بصلات لان البصل بتاعي كبير، وبحط عليه مية مغلية وبغطيه وبسيبه على نار عالية. اول ما يبتدي يغلي بهدي النار وبغطيه وبسيبه كمان 10 دقايق. اول ما تلاقوا البصلاية فتحت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، تلاقوا البصلايه بقت مفتوحه كده، يبقى كده هي تمام، هتتفك معانا بسهوله وهنعرف ان احنا نفصصها بسهوله. دي العلامه بتاعتنا، ما بتاخدش وقت على فكره في السلق. من بعد الغليان بتاخد تقريبا 10 دقايق بالكتير. اول ما توصل للمرحله دي بقى نحطها بقى في طبق خارجي ونسيب البصل يهدى ويبرد كده عشان نعرف نقشره. اهم حاجه بتمشوا صباعكم كده حوالين البصلايه لحد لما تتفك معاكم. بتتفك بسهوله جدا زي ما انتوا شايفين كده، كده تتلف معانا بسهوله. بمشي صباعي كده عشان خاطر افكها عشان ما تتقطعش، وبعدين بشدها من النص ومن الاطراف بالراحه كده لحد لما تفك معايا وتتلف بالشكل ده. هنجهز بقى الخلطه بتاعتنا. هنحتاج 3 كوبايات من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس، بصلايه كبيره متقطعه، طماطميتين متقطعين صغير، حزمه بقدونس متقطعه الورق فقط، معلقه متوسطه من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه متوسطه من 7 بهارات او بهارات مشكله. وهنحط كمان نص معلقه صغيره من الكمون، دي اضافه كده يعني ايه علشان انتوا عارفين ليه، عشان البصل. ونحط 3 معالق كبيره من معجون صلصه الطماطم، تلت كوبايه من زيت الزيتون او الزيت العادي لو مفيش زيت زيتون، ربع كوبايه من دبس الرمان. مفيش دبس رمان الغوه خلاص مفيش مشكله، هو بيدي تسكيره على مزازه كده وطعمه مؤثر في الوصفه، بس احنا طول عمرنا بنعمل محشي من غيره، فممكن تلغوه لو انتوا عاوزين تعملوا الوصفه قوي مش موجوده عندكم. قلب كل الحاجات دي بقى مع بعضها، ندعك كده نتاكد ان كل حاجه تمام، وكده بقت جاهزه معانا الخلطه كده تمام. ممكن تزودوا كمان نعناع، ممكن تزودوا كزبره، تزودوا شبت، تزودوا الخضره اللي انتوا بتحبوها. انا حطيت بقدونس فقط. بناخد بقى البصلايه او ورقه البصل كده وبنحط الحشو على طرف، وبعدين نبتدي نلف ونقفل كده زي ما انتم شايفين برومها على بعضها بالشكل ده. انا دي عاملاها لكم بالراحه كده وتصويره هادي كده علشان تشوفوا انا عملتها ازاي. طبعا لو ورقه البصل كبيره قوي ممكن تقسموها نصين، ولو بتحبوها تبقى ملفوفه مبرومه على بعضها يبقى طبقات البصل كده كتيره وباينه، تقدروا تلفوها كلها مره واحده كده بالشكل ده. طبعا الرز اللي انا بستخدمه ده ما بيزيدش نهائيا، فهم كميه الرز اللي هيتحطوا هم اللي هيطلعوا بعد كده، فانا مش مقلله الرز جوه. لكن لو انتوا الرز بتاعكم بيزيد وعارفين ان هو بيتضاعف فاعملوا حساب الموضوع ده ان هو هيتضاعف جوه البصلايه. بصوا ناخد الورقه بمشي صباع حوالينها كده بتفك. طبعا تبتدي له ايه الورق البصل يبتدي يقصر بقى مع الايه مع الوقت، كل ما تطلعوا واحده اللي بعدها بتبقى اصغر منها وهكذا لحد لما تبقى صغننه خالص في الاخر. بنحشي البصل ونقفله ونرصه كده في صينيه بقى ايه، صينيه بقى مدوره، صينيه مستطيله مربعه، حطوه في حله فوق بعضه زي ما بتسووا المحشي العادي، مفيش اي مشكله، يستوي على النار ويستوي في الفرن عادي جدا. هقول لكم الطريقتين. انا كميه البصل اللي انا عملتها دي عملت معايا صينيتين، صينيه كبيره مدوره والصينيه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، دولت اللي طلعوا معايا من كميه البصل دي، وده كان ممتاز ومظبوط جدا مع كميه الحشوه اللي انا عملتها. هنجهز بقى التشريبه. هناخد ميه البصل اللي احنا سلقناه، هنحط عليها مكعبين من المرقه، اللي كل صينيه مكعب مرقه، معلقه كبيره من دبس الرمان، معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهنحط كمان فلفل اسود، ومعلقه كبيره او معلقتين كبار لو عاوزينه يبقى لونه احمر قوي من معجون صلصه الطماطم. ونقلب كده وندوب كل حاجه مع بعضها. لو مش عايزين تحطوا مرقه استخدموا شوربه، لو عندكم شوربه لحمه او شوربه فراخ او شوربه بط هتبقى حلوه جدا، ما تحطوش مرقه ولا حاجه. بس انا كنت عاملاه ارديحي مفيش معاها لحمه ولا حاجه. على فكره في ناس بتحط كمان في الحشوه لحمه. ونسقي بقى كده هوت. بصوا انا كل صينيه سقيتها تقريبا بكوبايتين ونص من الشوربه، وبحط ورقه زبده وفوقيها ورقه فويل، وده لان انا ما عنديش غطا للصينيه دي، ولكن هحطها على النار. دي هحطها على النار، المدوره هسويها على النار بس ما عنديش غطا ليها، مش عارف شاريها من غير غطا، مش عارفه ايه، مش عارفه زي دي من غير غطا والتانيه الصينيه اللي هي المربعه حط عليها برضو ورقه زبده وفوقيها ورقه فويل. ورق الزبده بيفصل بس ورق الفويل عن الاكل علشان ما يبقاش ضار يعني، ما يبقاش مضر. ودي بقى هدخلها الفرن على درجه حراره 200. اللي بتخش الفرن بتاخد تقريبا ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص. اللي بتقعد على النار من فوق بتاخد من 45 دقيقه لساعه.
طبعا بتعلوا النار في الاول وبعد كده بتهدوا النار وتسيبوه بقى يستوي على البخار لحد لما يستوي تمام، بتختبروه تلاقوه استوى تمام. شويه بقى دبس رمان كده على الوش، يا خراشي يجنن. طبعا دبس الرمان طعمه فيه مؤثر ومهم جدا، فحاولوا ان انتوا بليز حاولوا ان انتوا تجيبوه يعني، ولكن من غيره مش هتقول لا، الوصفه مش هتقول لا، بس طعمه حلو قوي في الوصفه. بصوا بقى شكله حلو ازاي، يجنن يجنن يجنن. تعمل ببصل ابيض، بصل اصفر، ممكن بصل احمر كمان، مفيش مشكله، اي حاجه اللي موجوده عندكم. بس البصل الابيض بياخد وقت في السوا شويه، لكن الاحمر هيستوي على طول. طبعا البهريزي اللي نازل منه مش عايز اقول لكم والله طعمه يجنن. انا عندي مشكله على فكره مع البصل لو ناي مش مستوي، بس ده كان رهيب. انا اكلت منه مثلا نقوله ايه 6 7 وانا واقفه كده بدوق كان طعمه حلو جدا. في كمان تسكيره كده طعمه يجنن، ما حسيتش ان انا باكل بصل نهائيا. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.